وفي قدم ادي بقى مشكله طبعا، اعتراضات بالجمله من جانب اعطاء الاطار الفني لنادي النصر للتعدين على سمير محمود عثمان، وركله جزاء لنادي الاسيوطي. ركله جزاء لنادي الاسيوطي. لاعب تيدي يبدو ان هو لا يستعد، وحاله طبعا من توتر الاعصاب في ارض الملعب، ونتمنى الهدوء يعود سريعا لملعب المباراه مشاهدينا الاعزاء. وركله جزاء للاسيوطي، ممكن يكون عندهم فرصه كبيره جدا من خلال ركله الجزاء دي للتقدم في مباراه اليوم، واللاعب تيدي يبدو انه هو من سينفذ ركله الجزاء. ركله جزاء للاعب تيدي. ادي امامنا ركله جزاء للاسيوطي في هذه اللحظات لصالح نادي الاسيوطي، وادي حارس المرمى امامنا. وركله الجزاء ومواجهه، ادي يعني مشاكل بالجمله في ارض الملعب من اللاعبين بعد احتساب ركله الجزاء. وادي بقى امامنا يعني مشاكل بالجمله بين اللاعبين، وحكم اللقاء بيتدخل، وحاله من توتر الاعصاب في ملعب المباراه بين الاسيوطي والنصر للتعدين. وادي حكم اللقاء بيتدخل ليفض الاشتباك، وهنشوف ماذا سيحدث. حاله من الترقب، كل اللي في الملعب هنا في ملعب الاسيوطي واقفين